فداك أبي وأمي يا رسول الله. مات 6 من الرجال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال القوم يقدمون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يردهم وهو رفيقي في الجنة؟ فقام سعد بن الربيع يوم سمع عن هذه الكلمات: رفيق من؟ وأين؟ أليست تلك هي الجنة التي بايعوا من أجلها؟ ها هي تعرض عليهم بأرخص الأثمان. يا حبذا الجنة واقترابها. فرمى ثقل المعركة الذي كان يلبسه وانطلق يقاتل بين الرجال، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من سعد عجب العجاب. حتى النساء لم يشترك من نساء المسلمين في تلك المعركة إلا امرأة، ولكنها ب1000 رجل. أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت حبيبها في أرض المعركة قد تكالب عليه الأعداء يمنة ويسرى، رمت القراب التي كانت تسقي بها جرح المسلمين وأخذت تدافع عن حبيبها. يقول صلى الله عليه وسلم عنها، اسمعي بارك الله فيك، يقول عنها رضي الله عنه وأرضاها: ما رأيت مثل ما رأيت من أم عمارة في ذلك اليوم. التفت يمنه أم عمارة تذود عني، التفت يسره أم عمارة تذود عني. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ تمنى يا أم عمارة، سليني يا أم عمارة. قالت: نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله، نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أنتم رفقائي في الجنة. أنتم رفقائي في الجنة، فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع